السلام عليكم. التسويق زيه زي أي نشاط إنساني ما بدأش بالشكل اللي احنا شايفينه بيه النهاردة، ولكنه بدأ بطريقة بسيطة جدا وتطور مع الوقت لحد ما وصل للي احنا بقينا فيه. أول ما بدأ التسويق زمان من آلاف السنين، أول ما بدأت عمليات التبادل التجاري ما بين الناس سواء عن طريق المقايضة أو عن طريق الشراء والبيع بالعملات النقدية القديمة، كان التسويق معتمد على مفهوم وهو مفهوم الإنتاج، فسموه عصر الإنتاج أو البرودكشن إيرا. عصر الإنتاج كان ببساطة معناه إيه؟ معناه إن أنت أي حاجة هتعملها هتتباع. ليه؟ لأن العدد بتاع الناس كبير نسبيًا وعندهم طلبات كتير واحتياجات كتير، والناس اللي بتعرف توفر المنتجات عددهم قليل، فبالتالي أي حاجة هتعملها هتتباع. بعد كده دخلنا في مرحلة المنتج وسموه البرودكت ايرا او عصر المنتج. وده معناه ايه؟ ده معناه ان مع انفتاح البلاد على بعضها والقوافل التجارية وغيره، فبقى في نوع من انواع المنافسة ما بين التجار، فبقى كل واحد بيحاول يميز نفسه بحاجة معينة. اللي بيميز نفسه بلون معين للمنتج، بجودة معينة، باسمه يكتبه على المنتج بتاعه، وهكذا. وفضلنا نتطور لحد ما حصلت الثورة الصناعية واخترع الإنسان الماكينات والمعدات اللي بقت عندها طاقة إنتاجية كبيرة جدا، يعني بقت تقدر تنتج كميات هائلة من المنتجات بالآلاف والملايين، ربما تفوق أحيانا احتياجات الناس. وهنا المسوقين اتحطوا في ورطة. احنا عندنا ماكينات عملاقة وعظيمة جدا وبتنتج لنا منتجات بكميات كبيرة، هنعمل ايه في المنتجات دي؟ الناس ما عندهاش طلب كافي. فدخلنا في عصر اسمه عصر المبيعات، السيلز ايرا. في عصر المبيعات كان الشخص عشان يبيع منتجه لازم يحط عليه بياعين يحاولوا يزقوا المنتج ده على الناس، يفكروهم دايما بيه، يقولوا لهم قد ايه هو ممتاز، وتقدر تبيع بالطريقة دي. ولكن في اوائل 1900، يعني 1910 1920، دخلنا بقى في عصر التسويق بمفهومه الحديث، وهو المفهوم اللي بيقولك ببساطة ان انت مش محتاج تحط ناس دايما فوق المنتجات بتاعتك تقول لهم عشان يقولوا يعني للمستهلكين المنتجات دي عظيمة، المنتجات رائعة، اشتروها اشتروها اشتروها. لا، انت ممكن تدرس السوق بتاعك، تفهم احتياجاته عاملة ازاي، تشوف العملاء اصلا بيحبوا ايه، وتنتج لهم حاجة تناسب احتياجاتهم دي وتناسب الحاجة اللي هم بيحبوها فيشتروها على طول. وازاي برضو تعمل ترويج وتعمل اعلانات تقول للناس ان المنتج بتاعك فيه احتياجاتهم، فبالتالي تخلي الناس هي اللي تدور على المنتج بتاعك وتيجي تشتريه من غير ما انت تبذل مجهود كبير قوي في عملية البيع. وتطور بقى التسويق لما دخل الانترنت طبعا، وبقى فيه الديجيتال ماركتينج او التسويق الالكتروني، واللي تميز بحاجة ما كانتش موجودة قبل كده، وهي إمكانية قياس أداء حملاتك الإعلانية. أنت زمان كنت تعمل إعلان في جورنان مثلا، أنت ما تعرفش كم واحد شافه، ما تعرفش طب كم واحد لما شافه قرر إن هو يشتري. الكلام ده اتغير في الديجيتال ماركتينج، في التسويق الإلكتروني بقيت تقدر تشوف حملتك دي وصلت لكام شخص، وكم واحد منهم اشترى وكم واحد ما اشتراش، طب من اللي أنت وصلت لهم دول كم واحد رجالة وكم واحد ستات، وهكذا. وكذلك برضو ظهرت مفاهيم أخرى جديدة زي الريليشن شيب ماركتنج، التسويق بالعلاقات والتسويق بالمحتوى، ومفاهيم كتير جدا هنتكلم عنها إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. لو عايز تعرف أكتر عن التسويق اعمل لايك وشير للفيديو وتابع الصفحة. سلام عليكم.